بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة أكلة شتوية صميمة. عدس، فتة عدس. بس ما اقولكيش فتة عدس مش هتلاقيها في حتة تانية غير عند ماما نانا وبس. طريقة لفتة العدس مش هتلاقيها في أي حتة تانية. تعالي عند ماما نانا وبس عشان تشوفي الطريقة دي. عاملالك وجبة غذائية متكاملة. متكاملة بمعنى متكاملة ما فيهاش كلام. بس قبل ما اقول لك عملتها ازاي انا هقول لك، وانا اقدر اخبي عليكي حاجة؟ ده انت حبيبتي، ما اقدرش اخبي عليكي حاجة. بس قبل ما اقول لك، لو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي بسرعة بسرعة اشتركي في القناة، فعلي زر الجرس خليه على الاسود، وكومنت حلو زيك يا قمر، واللايك الحلو بسرعة بسرعة اقول لك اتعمل ازاي. نبدأ بسم الله. معايا حلة اهي، وده حوالي اقل من ربع كيلو عدس. اقل من ربع كيلو عدس، وهتشوفي الكميه اللي طالعه بسم الله ما شاء الله قد ايه. مغسول ومتصفي كويس، متنقي طبعا ومغسول ومتصفي كويس. حطه في الحله، وهنحط عليه ميه كتير شويه، يعني دي ازازه الميه بتاعت التلاجة اللي هي حوالي لتر الا ربع. تمام، نقول تمام. شغل كده بقى البوتاجاز. بس كده هنسلقه بس كده؟ لا، ازاي؟ ما بقاش ممنانه. ادي معايا كده حوالي فصين توم. لا، التوم بتاعي انا مفروم ومتفرز في الفريزر. لو انت صحيح حطيه صحيح مش هيجرى حاجه. ودي جزرايه وبصلايه وبطاطسايه. يا ماما نانا هنحط جزر وبطاطس على العدس؟ اه يا حبيبتي، هتبقى وجبه غذائيه متكامله. العدس بروتين نباتي، وادي كمان الخضار. عايزين ايه تاني؟ ادي كده وجبه متكامله. قطعت البطاطس، كله يتقطع عادي قطع كده عادي، ما هو كله في الاخر هيتفرم. وادي البصلايه هنقطعها برضو كده قطع. وادي الجزرايه متقشره ومغسوله وبرضو هنقطعها قطع. والله الله، حبه عدس حكايه، يدفوكي كده في الشتاء وايه وتاكليهم وتوهوجي. وكمان 3 قطيات. قطه لا طماطم، طماطم لا فندوره، على حسب بقى ما بنقولها. اخواننا العرب نشوف بيقولوها ازاي. نقطع كده برضو الطماطم. دي الطماطم برضو هنقطعها. الله 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 الله. لو وصلت معايا لغاية هنا اكتبي لي في الكومنتات تسلم ايدك يا ماما نانا. اوعي تنسي الكومنت القمر اللي زيك يا قمر. وهنوارب الحلة عشان ما تفرش مننا. ادي اهو العدس بتاعي استوى. بصي، يا سلام يا سلام. طب اعرف ازاي انه استوى؟ هجيب كده حتة جزراية وبالمعلقة كده اكسرها، الاقيها اتكسرت معايا كده تمام. العدس بتاعي بقى 10/10. بس كده؟ لا، هسيبه بقى يهدى شويه واضربه في الخلاط. لو عندك هاند بلندر ما تسيبوش يهدى، اضربي على طول. انا كده اهو ضربته في الخلاط بقى بالقوام ده. تمام تمام. نجيب بقى الحله بتاعتنا تاني، نشغل النار، نحط شويه زيت. طب انا عايزه اعمله بسمنه بلدي يا ماما نانا. خليكي معايا بس اسمعي كلامي. بشويه زيت، وهقول لك بعد كده هنعمل ايه. وادي كده بصلايه متوسطه، وهقطعها برده قطع كده صغيره، وهدبلها كده بس شويه. انا مش هحمرها دلوقتي، انا عايزاها بس تبقى شفافه بالطريقه دي كده. بصي، شفافه، هي ما احمرتش اهي، شايفاها ازاي؟ طب هعمل ايه؟ هنزل عليها بنص كوبايه شعريه عشان تاكلي معايا احلى حبه عدس. اكتر من كده بقى وجبه متكامله. احمر كده كله مع بعضه لغايه لما يحمروا معايا، هيبقوا بالطريقه دي. اوريها لك دلوقتي اهي. بصي بقى لونها ازاي. هو انا عايزه اللون ده كده. هنزل عليهم بقى بالعدس اللي انا ضربته في الخلاط. العدس اللي عليه جزر، عليه بصل، عليه بطاطس، عليه توم، عليه كل ده.
واتضرب في الخلاط ونزلت بيه على البصل والشعرية. هغطيها بقى بس كل شوية أقلبها برضو أواربها، وادي كده بحققها اهي. الملح حسب الرغبة، شوية كمون صغيرين وشوية شطة، دي اختياري، مش حباها ما تحطيهاش، بس الأكلات الشتوية بتحب الشطة، الشطة بتدفي. أقلب كده، وبرضو حوارب الحلة عشان ما تفرش، بس كل شوية أقلب عشان الشعرية ما تلزقش في قاع الحلة. بالطريقة دي كده اشوف بقى كده الشعريه بتاعتي استوت ولا لا. زي ما عملت في الجزر هعمل في الشعريه. اجيب كده شويه وبالمعلقه اشوفها تتكسر معايا، بالمعلقه تبقى تمام كده، وعشرة على عشرة. تمام. القوام ده لو عايزه تخففيه عن كده خففيه، بس انا بالنسبه لي القوام ده حلو قوي. طيب، هنركن بقى كده العدس بتاعنا على جنب، وهنعمل مع بعض احلى قوطه بالثوم والليمون. طماطم عشان ما تزعلوش، بندورة عشان ما تزعلوش. برضو معايا فصين توم، حابه تكتري التوم عن كده تمام، بس انا معدتي ما بتستحملش التوم الكتير. وادي كده اهو حته برضو فلفل احمر مفروم عشان انا ببقى مفرزاه في الفريزر. حابه تحطي توم صحيح وفلفل صحيح وتدقيهم تمام، مفيش مشكله. ونحط الملح برضو نحياه كده حسب الرغبه، وشويه كمون صغيرين، ونفرمه كده مع بعض. وانا طبعا عشان هو مفروم انا بس ايه هخلطهم مع بعض زي ما انت شايفه كده. تمام. تمام اهو بقى بالطريقه دي كده. هنزل عليهم بقى بليمونتين. اعصر كده الليمون بتاعي. القوطه المخلله بتحب الليمون جدا، والعدس برضو لما تعصري عليه ليمون كده بيبقى جميل. بس احنا مش هنحتاج نعصر عليه ليمون، ما القوطه المخلله دي احنا لما ناخدها كده ونحطها على الفته بقت بالليمون وبقت بالثوم وبقت ايه حكايه تانية. انا عصرت اهو الليمون بتاعي، واقلبه كده مع بعضه زي ما انت شايفه كده. بصي ليمونه كتير ازاي. واجيب كده شويه ميه صغيرين وهحط عليه شويه صغيرين قوي. بصي يا دوبك بس بنزل اللي في الهون بالطريقه دي كده. اه. وهنزل بيهم على الطماطم بتاعتي. اقلب كده مع بعضه، واحطهم بقى في الطبقين، اقسمهم كده في الطبقين دول فخارتين على فكره. اكل الفخار بيبقى ليه طعم تاني بصراحه. تمام. وليه تمام. ده تمام التمام كمان. حبه قوطه مخلله حكايه. ده بقى عندي عيش محمصاه في الفرن ومكسراه، عيش بلدي عادي، محمصاه ومكسراه. مش حابه تعملي كده وحابه تغمسيه عادي، ممكن تجيبي عيش شامي تحمريه في الزبده وتغمسيه. هنزل بقى كده بالعدس عليه، احنا بس حابين ناكله فته كده. عيش بلدي متحمص في الفرن ومتكسر كده. هقلب بقى كده بالمعلقه كله عشان العيش كله يتشرب، وهزود تاني. انا ما بحبش الفته تبقى ناشفه كده، بحبها غرقانه شوربه. هنزل تاني كده بالعدس. تمام. وليه تمام. هغطيها وهسيبها، وهروح اعمل طشة الخل والثوم. برضو معايا كده فصين توم، برضو عايزة تزودي توم براحتك، وحتة سمنة بلدي محترمة. طب يا ماما انا السمنة البلدي غالية. ما تقوليش غالية، انا قلت لك قبل كده وعملت لك فيديو ازاي تعملي سمنة بلدي ببلاش. هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وهيظهر معاكي في حرف الايفون. نحمر كده التومة، حتة التوم كده مع حتة السمنة البلدي. يا سلام يا سلام، والريحة هتجيب آخر الشارع. حمر التومة بتاعتنا كده في حتة السمنة البلدي وحكاية. ده لسه كمان لما تشطها بالخل، الريحة مش هتجيب آخر الشارع، ده هتجيب آخر 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 الشارع. اوعى وشك. اوعى النار. ايوه كده.
الله الله، انا شامه الريحه من عندي من هنا. شامه انت الريحه عندك. ونحط كده على الفته من فوق الوش، وعيشي حياتك بقى مع حبه الفته دول. ايه رايك؟ وادي كمان الطماطم المخلله كمان معايا اهي. ايه رايك بقى في الجمال ده؟ تستاهل بقى انك تعملي لي لايك ولا لا؟ ولو لسه ما اشتركتيش في القناه لا ازعل، انزلي بسرعه بسرعه لو لسه ما اشتركتيش، اشتركي وفعلي زر الجرس واللايك الحلو بتاعك، ودعوه حلوه منك وكومنت قمر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.